السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم على القناة هاد القراشل اولا البريوش، سميوه كما بغيتو. المهم كيجي ما شاء الله خفيف وكيجي ما شاء الله رطب. وكما كتشوف معايا كديروا مع الشوكولا ديال دار اولا كتاكلوه هكاك. المهم كيجي غزال بزاف وكيعجب الوليدات الصغار بزاف. المهم غادي نحضروه، نبداو على بركة الله. عندي في اناء نحط كاس مملوء من الحليب الدافئ، وغادي نضيف له واحد ربع كاس ديال السكر ما يعادل 2 معالق ونص، ممكن نضيفوا حتى 3 المعالق. وغادي نضيفوا ملعقه كبيره ديال الخميره فوريه. مهم غادي نخلطوا هذا الشيء مزيان وغادي نخليوه حتى يتفاعل واحد ربع ساعه. بعد ما تفاعلت الخميره ضفت ليها ربع كاس من الزيت وبياض بيضه واحده، والصفار غادي نخليوه للدهن. ضروري انكم تغطيوه، ومبشور ديال الحامضه. وعندي هنايا واحد الياغورت جبن طري، ممكن تعوضوه بياغورت طبيعي. وغادي نخلط هاد الشيء مزيان. ممكن انكم تستعملوا العجانه او لا غير يديكم. المهم غادي نبقى نضيف الدقيق. عندي هنايا 5 كؤوس مملوءه ما يعادل 500 غرام. غادي نبقى نضيف الدقيق مع 7 غرام من الخميره ديال الحلويات ورشه ديال الملحه، ونستمر وانا كنعجن في هذا الخليط كما كتشوفوا معايا حتى تحصل على قوام اللي كيكون يعني رطب وفي نفس الوقت ما كيلصقش في اليدين. كما كتشوفوا معايا ولات العجينه كتجمع. يعني ضروري ان العجينه ما خصهاش تكون قاصحه نهائيا. اي نوع ديال البريوش خص العجينه تكون مرخوفه واحد شويه، ونضيف ليها ملعقه كبيره من الزبده عندي هنايا حيوانيه، لان الزبده حيوانيه كتضيف واحد النكهه خطيره لاي نوع ديال البريوش. ونخليوها تعجن واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق بين ما تدخل ديك الزبده مزيان في العجينه. كما كتشوفوا معايا العجينه ما شاء الله صافي واجده. غادي نحيد داك كما كتشوفوا هو القوام ديال العجينه مرخو وفي نفس الوقت يعني ماشي سايح وماشي قاصحه. كنأكد لكم اي نوع ديال البريوش ما خص العجينه تكون يعني العجينه ديالها تكون ابدا قاصحه، خص تكون خفيفه باش يجي لكم خفيف. ودابا غادي نخليها تختمر حتى يضاعف الحجم ديالها. وبعد ما خمرت العجينه ما شاء الله وضاعف الحجم ديالها، عندي دابا الجو شويه سخون. الا كان الجو بارد كتاخذ لكم ساعه، انا خدات ليا ساعه الا ربع. المهم غادي نحيد من هذاك الهواء وغادي نحطها على سطح العمل، وغادي نبدا نقسم هاد العجينه على حصص. انا كما قلت لكم انني درتهم بحجم ما شاء الله كبير، وهاد الحصه غادي نقسمها على 8 ديال الكرات اللي كيكونوا متساويين في الحجم. ممكن انكم تستعينوا بالميزان باش يجي لكم قد في العبار. ونبدا نشكل كويرات كما كتشوفوا معايا ونحطهم كما كتشوفوا معايا. الا كانوا جانوني كبار كنقص منهم. المهم من الاحسن انكم تستعينوا بالميزان باش يجيو لكم كما قلت لكم قادين. وبعد ما شكلتهم كما كتشوفوا معايا غادي نوضعهم في الصينيه كما كتشوفوا. بعد ما فرشتها بورق ديال يعني الفران سوفيغيزي، وغادي نستفهم كما كتشوفوا معايا. نخلي بيناتهم الفرق لانهم باقي غادي يضاعف الحجم ديالهم ما شاء الله. كما شفتوا معايا وضعتهم بهذا الشكل، وغادي نحاول انني نضغط عليهم باش يتسرحوا نشكل على شكل دائره. المهم في الاول كيكونوا شويه باقي مرتاحوش، كنخليهم غير واحد 3 دقائق صافي كنبسطهم على هذا الشكل حتى يعني ما بقاوش يعني طالعين، لانه باقي غادي يخمروا وغادي يتنفخوا ما شاء الله كما غتشوفوا معايا. بعد ما خمروا المره الثانيه ودابا شعلت الفران كيسخن، وغادي ندهنهم بالخليط ديال داك الصفا اللي خليناه من البيض اللي درناه في العجين، وضفت له واحد الملعقه او نص ملعقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان. المهم غادي ندهنهم مزيان ندهنهم الدهنه الاولى، وبعد ما نكمل ليهم الدهنه الاولى غادي ندهنهم الدهنيه الثانيه. المهم حتى نكمل الكميه اللي عندي كلها ديال الصفار ديال البيض. وداك الصفار كنت ضفت له واحد الملعقه كبيره من الحليب. وغادي نشكل كما كتشوف معايا بالسكين اللي كيكون ماضي هذا الشكل. مهم اختياري على حسب الرغبه ديالكم. ممكن تزينوا من الفوق غير باللوز فيلي او لا تكتفوا تخليهم غير هكاك مع شويه ديال الجنجلان. المهم كما شفتوا معايا غادي نشكلهم وغادي ندخلهم الفران. بعد ما
الجنجلان كما كتشوفوا معايا، وغادي ندخلهم الفران. في الاول كندخلهم الفران كيكون مسخن من قبل كما قلت لكم، والعافيه كتكون عندهم لتحت كيتنفخوا مزيان مزيان. كنقص شويه من الفران، ما كنخليوش الشاعل يعني مسخون بزاف باش ياخذوا الحق ديالهم في الطياب. وكنحطهم تحت الشوايه باش يتحمروا من الفوق كما شفتوا معايا. حتى خداو هذا اللون الزوين محمر ما شاء الله، وجاو منفوخين لواحد الدرجه، وجاو خفاف واحد. البنه اللي فيهم ديك الجبن طري، عطاليهم واحد النسمه خطيره مع داك المبشور ديال الحامض. واحد المزيج غنقول لكم جاو خطيرين بزاف وساهلين مهلين، ماشي شي حاجه اللي واعره. وبعد ما خليتهم ارتاحوا واحد الربع ساعه كما شفتوا معايا، ما شاء الله اللون خطير، جاو محمرين لا من التحت ولا من الفوق، داو حقهم في الطياب. شنو نقول لكم، واحد الوصفه اللي انا بعد عجبتني بزاف بزاف، وما ترددش انني نشاركها معاكم باش نتوما تجربوها. وزوينه بزاف للكوتي او لا يعني الوليدات الصغار ياخذوهم معاهم للمدرسه مع شويه ديال الشوكولا كما كتشوف معايا. وصفه منتهى الروعه. غادي ناخد واحد الحبه من هاد البريوش، غادي نقسمها بالسكين المسنن كما كتشوفوا على جوج، باش غادي ندهن فيها الشكلاط. لان ولدي راه واقف مورايا كيقول لي يا ماما عافاك ديري لي الشكلاط مع هاد البريوش، لان كيحماقوا على الشكلاط في البريوش. كما كتشوفوا معايا جا ما شاء الله خفيف، وجا اش غنقول لكم سفنجي لواحد الدرجه. وغادي ندهن واحد شويه ديال الشوكولا كما كتشوفوا معايا، وغادي نعطيها له ما شاء الله بعد ما دقتها. اش غنقول لكم جات خطيره، سواء كليتوها بالشوكولا او لا يعني غير هكاك او لا بالمربى. مهم وصفه خطيره، غير جربوها. الوصفه قادمه، مع السلامه.